محسن عبد الوهاب، محمد رجب، في معوض حسين من حركة 6 أبريل سويسرا. أنا نازل يوم 21/4 اليوم العالمي للمصريين بالخارج، نازل عشان أقول لا للظلم، نازل أقول لا للعسكر، نازل عشان حق الشهداء. ويسقط فوق العسكر. في هاني الرفاعي. رامي الدمرداش، مصري بدرس في ألمانيا. احنا ان شاء الله نازلين مظاهره في فرانكفورت يوم 21 ابريل 2012، لان احنا شايفين ان في اي تغيير بيحصل في البلد والمجلس العسكري بيتدخل في كل حاجه، وفي ناس مش حاسه اصلا ان في ثوره قامت في البلد، وشايفين في محاولات لاعاده استنساخ النظام السابق، فنازلين نقول يسقط حكم العسكر، نازلين نقول لا لاعاده استنساخ النظام السابق، نازلين نقول الثوره مستمره، ونعرف اي نظام جديد ان في ثوره في البلد. انا اسمي ماجدة مكي. انا سليمان طايع. محمد عضو في حركه 6 ابريل. مصريه مقيمه في اسبانيا، وهشارك في مظاهرات 21 ابريل. عايزين نرجع روح الثوره تاني لكل ميادين مصر، عايزين ناكد ان الثوره مستمره، وان حق الشهداء ما يروحش هدر. كنا بنتمنى كمصريين مقيمين في الخارج ان احنا نشارك، لكن احنا فعلا بنشارك بقلوبنا، وان احنا نازلين في مظاهرات في اسبانيا. الغد هننزل ان شاء الله كلنا ايد واحده يوم السبت يوم 21. احنا نازلين يوم السبت عشان حاجات كتير لو قعدنا نقولها من هنا يوم السبت مش هتخلص. لدعم مطالب الثوار الأحرار يوم 20 أبريل، ضد ترشح الفلول وضد استئثار أي فصيل سياسي باللجنة التأسيسية، وللمطالبة بتوحيد صف الثوار خلف مرشح رئاسي واحد. علشان نقول كلنا بصوت واحد لا للمجلس العسكري. نازلين علشان نلحق مصر. أنا نازل عشان أقول ثورتنا مش كدبة والعمر مش لعبة، شهدائنا ضحوا عشان نحمي الحرية والثورة مستمرة. أنا نازل علشان أحمي الثورة وأحقق هدفها وأكملها، وعلشان الفلول اللي تطاولوا على انتهاء الثورة وترشحهم لأرفع منصب في مصر هو رئاسة الجمهورية. الثورة مستمرة. أنا نازل عشان نوحد كلمتنا ونحمي خلافاتنا ونبص لمصلحة مصر، ثورتنا مستمرة بإذن الله. أنا نازل يوم 21 ابريل من اجل دماء الشهداء والوفاء للشهداء اللي ضحوا بانفسهم من اجل مطالب الثوره، تحقيق مطالب الثوره، الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. انا نازل 21 ابريل عشان اقول لا للفلول، وعشان اطالب بلجنه تاسيسيه لدستور لجنه مسؤوليه الشعب والثوره المستمره. أنا نازل يوم 21 عشان خاطر الحرية والعدالة، عشان خاطر دمك الشهيد. إن شاء الله أنا نازل يوم 21 عشان نسترد الثورة اللي هي اتسرقت مننا واتسرقت من شباب الثورة الحقيقيين، وإن شاء الله يكون ربنا وفقنا ونقدر نحقق اللي إحنا عاوزينه. هي الثورة حققت أهدافها؟ لا طبعا. والنظام اتغير؟ لا ما اتغيرش. احنا جبنا حق الشهداء؟ لا طبعا، وانا محبط جدا. هم رموز النظام اتحاكموا؟ قصدك على المسرحية دي؟ هما اللي قتلوا الثوار اتحاكموا ولا اخدوا براءة؟ هي الثورة اتسرقت؟ اتسرقت طبعا. علشان كده احنا نازلين يوم 21 ابريل اليوم العالمي للمصريين بالخارج، علشان نسترد الثورة ونحقق اهدافها. خليك ايجابي وشارك معانا، في شهداء ماتوا عشانك، الثورة مستمرة، يسقط حكم العسكر. أنا نازلة يوم 21 أتضامن مع مليونية 20 أبريل لاسترداد الثورة.